ما قاله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه لشعب الجزائر الشقيق في خطابه بمناسبة عيد العرش ليلة أمس. خاطب جلالة الملك محمد السادس الشعب المغربي، ولم ينس أن يوجه رسالة صادقة ومباشرة إلى الشعب الجزائري. قال الملك وبكل صراحة ووضوح: الشعب الجزائري شعب شقيق، يجتمعنا به أكثر من حدود، يجتمعنا التاريخ والدين والثقافة والمصير المشترك. قالها بكل ثقة، لا نكن للجزائر أي سوء، بل نكن لها ولشعبها كل المحبة والاحترام. وأكد أن يد المغرب ممدودة لحوار أخوي صريح ومسؤول يسعى إلى طي صفحة الخلاف وبناء جسر جديد من الثقة والتفاهم. وفي نفس الكلام قال الملك: المستقبل لا يبنى بالقطيعة، بل يبنى بالتضامن والتعاون وحسن الجوار.